انا عايز اكلمكم في حاجه بسيطه كده. انتوا عارفين لو كان فرعون عايش معانا دلوقتي كان زمانه طلع عين امه. زمان الناس ايه يعني، نفخته كده، حطيته في علبه، حرقوه وحطوا القش بتاعه في فيات مصانع اكتوبر. ليه؟ ان احنا جادجمنتال خالص. لانه احنا عندنا لما نشوف حد بيعمل حاجه زباله او حاجه مش كويسه او مش ماشيه على النظره اللي احنا شايفينها الدينيه بتاعتنا، إيه لا ده يتحرق بقى، لا 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 الناس دي يستاهلوا الحرق. برضه عايز استحضر فكره فرعون، لان هو يعني ربنا قال في القران ان هو فرعون ده طغى بشكل صريح، يعني مش مجرد مثلا شخص عاصي او شخص كافر، لا ده هو كان بيتحدى ربنا بشكل صريح كده. هو عارف ان في ربنا، عارف كل حاجه، بس قاعد بيتحداه بقى فيس تو فيس كده، اللي هو ايه، لا ده انا الكبير بتاعكم مش ربنا، لا مش. فانت متخيل واحد في مدى كفر فرعون وما ذلك ربنا وهو بيكلم انبيائه بيقولوا له ايه؟ قل لا قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. افجر حاجه بيعملها واحد دلوقتي اكيد مش هتبقى اسوء من فرعون. يعني انت مهما عملت في حياتك اكيد مش هتبقى زي فرعون. معلش انا شكلي مش شخص كيوت وبتاع وشكل العلامه اللي هو كلامك كده كاني بستحمى، بس انا عايز اوضح للناس ان في ناس كتير بتخش في المعصيه، او في ناس كتير بتكمل في طريق زباله لانه عنده فكره ايه، ما احنا كده كده هنتحرق، ما احنا كده كده داخلين النار. يعني انت عمرك ما توصل لفكره فرعون، عمرك ما توصل للزباله بتاعت فرعون. مع ذلك فرعون كان مفتوح له باب توبه. يعني فرعون لو كان عايز يتوب كان راح يتوب. عامل كانك مستلف من واحد ملياردير 20 جنيه، فبالك ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش بقى الفكره دي، ما عندوش فكره نظره الناس الحقيره دي. يعني مثلا واحد يتفرج على الفيديو ده يقول لي يا عفيف انت هلاس ولا بتاع اغاني ولا بتلعب جي تي اي ولا بتاع، فين الحلقه الثانيه؟ يجي اصلا حد يتكلم يدي لك لا يا ابني المفروض تبقى كيوت، ما ينفعش كده، انت لازم انت ليه مش كيوت؟ تحس ان الدين عندهم ايه، لازم يكون واحد اللي بيتكلم في الدين ده مثلا، او الراجل اللي عايش الدين بتاعه لازم يكون من ايه، عامل زي ايكو سان كده وبيعمل حاجات فوق دماغه، او قاعد في صومعه. عارف انت الناس دي لازم حد هتلاقيهم على الفيديو ده بتص لك ايه، لا 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 معلش عفيفي انت مالكش في الدين، ما تتكلمش في الدين. انا ليه في الدين؟ انا واخد توكيل، عارف توكيل كده معايا BYD والدين على طول. بتلاقوا ناس كتير ده هم دول الناس دول سبب ان الناس تانية بتكفر، او سبب الناس تانية بتخش في طريق زباله ما بترجعش منه. ليه؟ عشان ما يعرفوش حاجه عن ربنا، ما يعرف مصدر معرفتهم عن ربنا عن الناس اللي هم بتوع التوكيل دول، اللي هم لا ده كويس ادخله عن ده، لا مش داخل عندي، لا يا ملايكه. ربنا ارقى بكتير من تصورات البشر الحقيره اللي صوروها لكم على انه واقف بيجلد في الناس ولا كده. لا يعني ربنا احسن من كده بكتير. عشان كده ربنا احق بالعباده، يعني ربنا احق بان الواحد يترك حاجه عشانه، لان هو مش معقد الموضوع قوي. بس كده.